يا مساء الخير على كل محبين مشتل الصوت. عندي عود السنجونيوم القلب الجميل ده، بس انا لقيت فيه عود شارد كده بعيد عن الاستيك. طيب هنعمل فيه ايه؟ هنعقله. يلا بينا نشوف ازاي نعقل السنجونيوم، وايه انسب تربه ممكن يعيش فيه، وشكله هيبقى ازاي لما يتعقل. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه، خليكم معايا. ده واكتر موجود في مشتل الصوبه. بسم الله ما شاء الله، اكتر تجمع نباتات داخليه في مكان واحد. زي ما احنا شايفين كده ان النبات مطلع جذور هوائيه، فاحنا كده عندنا كذا اختيار. يا نقص القمه الناميه بس، يعني نقص من هنا، يا اما هناخد عقلتين كمان ونطلع اكتر من نبات. طبعا علشان انا عايز منه نباتات كتير، فهاخد العقلتين من تحت بالمقص واقص كده، يبقى النبات معانا بالمنظر ده. يلا بينا بقى نحضر التربه بتاعته ونشوف هو التربه بتاعته هتحتاجها شكلها ايه. طبعا بفضل ربنا علينا الستيك بتاعنا ما تأثرش بحاجة، شكله وجماله زي ما هو، زي ما انتم شايفين كده. ستيك الحمد لله رب العالمين مشتل الصوبة مميز جدا بيه. أول حاجة نعملها هنرجع القمر بتاعنا ده مكانه، وبعد كده يحلها الحلال. بصوا بقى، أنا صاحب مدرستين. المدرسة الأولانية ودي مهمة جدا، إن أنا لما باجي بعقل أي نبات بستخدم أصغر بوت عندي. أنا بفضل طبعا التعقيل في الكوباية التمانية، لسبب، علشان كل ما البوت بقى صغير كل ما يكون نسبة البقر بتاعة التربة تبقى أسرع. المدرسة التانية ودي مهمة جدا، أنا بستخدم تربة خليط بين البيتموس والرملة. ليه أنا بستخدم دوت؟ علشان تبقى تربة خفيفة جيدة الصرف، ما تحتفظش بالمية مدة طويلة. وده مع إن إحنا بنستخدم بوت صغير يخلي نسبة البخر أعلى، وبالتالي إن النبات ما يحصلوش أي نوع من أنواع الأعفان، خصوصا إن هو النبات وهو بيتعقل بيبقى ضعيف جدا جدا جدا. النبات عندنا هنا عندنا قمة نامية، وعندنا واحد اتنين تلاتة وسطية، دي اسمها العقلة الوسطية، ودي اسمها القمة النامية. القمة النامية اللي هي دايما بتطلع الأوراق الجديدة. كويس. فإحنا عندنا دلوقتي إن إحنا ممكن ناخده نبات اتنين، التالتة اللي هي هتبقى القمة النامية. إذا إن إحنا هنقصه الجنب ده، أدي نبات، وهنقص الجزء ده. طبعا نحاول بقدر الإمكان إن إحنا ما نقصش الجذور، لأن الجذور دي، الجذور الهوائية دي هتساعدنا إنها تطلع النبات بسرعة. هنبدأ نغرز أول نبات. نحط شوية تربة كده، اللي هو الخليط بتاعنا اللي هو البيتموس مع الرملة، وهنبدأ نحط فيه النبات. نزود شوية بيتموس اللي هي التربة بتاعتنا الخليط يعني. دي كده أول واحدة، والتانية، التربة بتاعتنا. بصوا بقى، هنا لقينا النبات فيه بذور، يبقى أحسن إن إحنا هنفضي جزء كبير من التربة، عشان مش عايزين نكسر الجذور دي. هنخلي نص التربة تقريبا اللي موجودة في البوت، وهنحط النبات كده وهنلفه.
احمد بعد اذنك صور اللفه، يعني عايز اشوف جذور وهي بتتبرم جوه عشان ما تتكسرش. كويس. جذور كده بقت واقفه مستريحه، ما احنا مش هنضغط، احنا مش هنضغط لتحت، احنا نخلي الجذور واقفه مستريحه حتى لو شعبطنا النبات شويه، وهنثبته دلوقتي بالتربه اهو. هتخبط شويه كده، ما تضغطش بايدك، حاول بقدر الامكان ان انت ما تضغطش التربه بايدك، او لو ضغطت ضغطه خفيفه خالص خالص عشان ما تكسرش الجذور اللي موجوده في النبات. كده احنا عملنا تاني واحده. اهم واحده بالنسبه لي وهي اسرع واحده هي القمه الناميه اللي احنا هنعملها بعد كده. دي بقى القمه الناميه بتاعتنا، ودي بالنسبه لنا اهم حاجه في النبات، دي اسرع حاجه هتشتغل معانا. ممكن النباتات التانيه دي تاخد وقت شويه عبال ما تطلع نمو جديد، انما دي هتبقى ان شاء الله رب العالمين اسرع. طيب احنا عندنا ملاحظه هنا ان برضو الجذور ما شاء الله طويله، ودي حاجه احنا برضو هتساعدنا، بس في نفس الوقت ان احنا مش عايزينها تتكسر، عشان كده هنحط شويه تربه خفيفه خالص تحت، وهنعمل نفس الحكايه بس بالراحه خالص. هنلف النبات كده بحيث ان الجذور بتاعته تلف معايا، دخلها بالراحه كده جوه التربه. تمام، دخلت، فاضل ده بقى اللي هي عامل فيها شعنون، مش عايز ايه، مش عايز يخش، هندخله. حطوا بقى التربه عليه، نزنقه بيها كده عشان يشتغل. طبعا انا لما باجي اكبس الباتموس بكبسه بالراحه خالص. المهم برضو ان الباتموس ده يتكبس بالراحه علشان يبقى مسامي، عشان ما يبقاش، يبقى فيه نسبه هواء صغيره خالص. هنروي بعد كده النباتات بتاعتنا ريه مشبعه، هنفضل نروي لغايه اما الميه تنزل من تحت. عبد الرحمن، معلش النبي ملالي من الجردل ده. تاكد تماما ان العود بتاعنا واقف كويس. هنفضل ندي ميه كده لغايه اما الميه تنزل من تحت. كده احنا عندنا حاجتين مختلفين عن بعض. احنا قلنا دول اللي هم النباتين دول جايين من وسطيات، ودي جايه من طرفيه. الطرفيه دي خلينا فاكرين ان ليها جذور الى حد ما معقول، ونبات من دول فيها جذرين، ونبات جذوره ضعيفه خالص. طيب احنا هنعمل ايه؟ مهم جدا للنباتات اللي ما فيهاش جذور او جذورها صغيره خالص ان احنا نحطها في مكان ضلمه، مكان مش منور. ليه؟ علشان احنا مش عايزين النبات يعمل عمليه البناء الضوئي. لو احنا عملنا بعمليه البناء الضوئي فالنبات، خلينا نقول من الاول ان النبات علشان يعمل عمليه البناء الضوئي عايز ميه وعايز ضوء عشان ينتج ماده الكلوروفيل. كويس. طيب احنا هيسحب ميه ازاي من وهو ما عندوش جذور؟ فدي هتبقى مشكله، فممكن الورق يصفر، ممكن العقله اللي احنا حطيناها تصفر. طيب هنعمل ايه؟ هنخفف عليه عمليه البناء الضوئي، هنخليه يعملها في اضيق الحدود، يعني هنحطها في اظلم مكان عندي في المسجد، مش ضلمه كحل، لكن هيبقى ضلمه شويه، يعني ضلمه الى حد ما. طيب دي الحاله الاولانيه اللي احنا مع بعض. تعالى معايا يا احمد كده هنشوف هنحطها فين.
تحت يا احمد الكاميرا زي ما انت. ده تقريبا المكان المناسب جدا لل... لعقل السنجل. مكان منور الى حد ما، مكان مش ضلمه كحل، وفي نفس الوقت مكان مش ضلمه ومش منور، مش منور خالص. عندنا الحاله الثالثه اللي هو النبات فيه شويه جذور، هنحطه في مكان اعلى شويه في الاضاءه. هو النبات فيه اوريدي جذر، ممكن يعمل شويه عمليه بناء ضوئي، فعلشان كده هنحطه في مكان اعلى شويه. تعالى احمد. طالع من هنا. وده مكان مناسب جدا ليه. طبعا انا اخترت المكان دوت علشان المكان ده متغطي بالشمادوريا، يعني هو محطوط تحت الشمادوريا، فبالتالي الاضاءه في الحته دي مش قويه، وده يبقى ده برضو يعتبر المكان المناسب ليه. اللي احنا عملناه النهارده ده هي طريقه تعقيد كل انواع السنجونيوم. كل انواع السنجونيوم ممكن نعقلها بالطريقه اللي احنا عملناها. وادي النبات بتاعنا بفضل ربنا بعد ما قصيناه ما اتأثرش خالص بالقص. لسه الستيك جميل. اكتبوا لنا في التعليقات تحت ايه رايكم في الستيك ده، عشان ده بفضل ربنا علينا يمكن احسن ستيك موجود في اسكندريه. انا ما اعرفش عندنا حد بره اسكندريه عنده ستيك احسن من دوت ولا لا، بس ده احسن احلى ستيك موجود في اسكندريه. الناس اللي وصلت لغايه هنا انتوا اصحابي وحبايبي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت لو الفيديو عجبكم توصلنا لايك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. في نهايه الفيديو لازم ندي كل ذي حق حقه. احمد النهارده هو اللي كان ماسك الكاميرا معايا، هو اللي ساعدني، لازم نشكره جدا جدا جدا، ويا رب تبقى معايا على طول.